السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. مبدئيا كده احنا بنرحب بمشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا، وخلينا نقول على البركة كده كعادتنا على طول واحنا بنقول على بركة الله. يا رب طبعا يجعل حياتنا كلها مليانة ببركة ربنا. نبدأ نعمل ايه بقى النهاردة؟ قلت كده النهاردة عايزين أكلة كده حاجة تفتح النفس، يبقى مفيش غيرها صينية السردين، بس هنتبلها بتتبيلة خطيرة هيخليكي كل اللي هياكلها من ايدك هتتميزي بيها. خلينا نقول على البركة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا غسلت السردين غسلة كويسة جدا جدا وصفيته من المية كده، يعني داخل على ساعة. تمام. ونقول بقى البهارات بتاعتنا. اول حاجة عندي معلقة كمون، وعندي معلقة ملح، المعالق دي المعالق الصغيرة اللي بتبقى في العلب. عندي معلقة شطة، وعندي نص معلقة فلفل اسمر، وعندي نص معلقة بهار سمك، ودي بهاراتنا. عندنا هنا كده حوالي 4 معالق زيت كبار. تمام. نيجي بقى للخضار اللي احنا هنحطه حواليه واللي هيخلي الصينية تجيب ريحتها لاخر الشارع، ما اقدرش اقولك هتبقى عاملة ازاي. طالما قلنا صينية سردين يبقى شوية فلفل سبايسي كده، وخلينا نقولك هنا شوية الخضار. عندي ليمونتين، وعندي هنا عندي كده حوالي يعني قرنين فلفل حار اخضر، وعندي ليمونة متقطعة، عندي بصلتين صغيرين جدا متقطعين كده حلقات، وعندي هنا قرنين فلفل احمر برضو متقطعين كده التقطيع اللي انت عايزاه. انا كل ده يعني بتعامل معاه بالعيش في الاخر. عندي هنا حوالي 4 فصوص توم من التوم الصيني طبعا مفرومين. وخلينا كده نقول اول حاجة هنعملها بعد طبعا ما غسلنا السردين، هنمسك السردين ده كده وهنبهره بالبهارات دي كلها اللي احنا قلنا عليها، بهارات السمك والشطة والكمون والملح والفلفل، معاهم شوية الزيت. نقلب تقليبة قوية. بنقلب السمك او السردين ازاي؟ طبعا اكيد يعني الستات المصرية كلها عارفة بنعمل حاجة اسمها كده، بننطقهم كده في بعض فبيتقلب كويس جدا، مش بالمعلقة. وبعد طبعا ما نطقنا السردين تعالي بقى نعصر الليمونتين. هنا في ناس بتحب تحط الليمون حلقات، لا يا جماعة، الليمون مع الزيت مع البهارات بيخلوا السردينية لها طعم تاني خالص، ولا طبعا الريحة القوية اللي بتبقى فيها كأنك بتشويه بالزيت والليمون بالظبط بس في الفرن. وبتحطي حواليه طبعا شوية الخضار اللي احنا قلنا عليهم. انا هنا هعصر زي ما انا قلت كده الليمونتين، وبرضه هرجع انطقه تاني. وبعد كده بقى ما تبلنا السردين في التتبيله القويه دي، هنعمل ايه دلوقتي؟ مستحب بقى تسيبيه في التتبيله دي كده مش اقل من ساعه، بس هتاكلي صينيه سردين بعد كده والله هتدعيلي عليها. خلاص كده سيبناه لمده ساعه. عندي الصينيه الصغنونه الحلوه دي على قده كده، دهناها دهنه زيت اهي. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه تاني. ناخد بقى السردين ننزل بيه كده في طبق لوحده. بسم الله. شايفه بقى شويه الصوص دول هنعمل فيهم ايه؟ هنحط بقى فيهم البصل والليمون والفلفل والثوم. انا ما حطيتش طماطم، ما بيتحطلوش طماطم. وبرده هديهم كده تقليبه قويه عشان دول اللي هيبقوا ارضيه الصينيه، فيبقى ايه كل حاجه يعني شاربه من نفس التتبيله. زودت طماطمايه صغنونه قوي لان انا مش بحب طعم الطماطم فيه. بصي بقى كده، دي الخضار بتاعنا اهو. خلاص نزلت بنص الخضار ده كده في ارضيه الصينيه، وقلت حاطه زيت. ابدا بقى ارص السردين كده زي طبعا ما انا عايزه. خلاص كده انا رصيته الطبق اللي كان فيه السردين، مش هرمي حاجه، لا لا لا. دي دي كده الصوص اللي بيفضل ده اللي بيدي طعم كده وريحه للصينيه. وهننزل بقى كده ببقيه الخضار بتاعنا. يا سلام، صينيه تتاكل والله وهي مش مستويه. ننزل كده بقى ببقيه الحاجات الجميله بتاعتنا. بحب اعمل السردين يعني الصينيه ما تكونش واسعه عليه جد، يعني ما تكونش الصينيه مبهرجه عليه، يكون كده محبوك في الصينيه بتاعته، ما تكونش واسعه عليه علشان بتخلي كده السردين. ما بحطش ميه خالص علشان بينزل كده الصوص اللي فيه طبعا، وبياخد كده من طعم بعضه كده، ما الطعم ما بيروحش.
خلاص بصي المنظر حاجة كده تفتح النفس. بصي من قبل ما تستوي شرايح الليمون تديكي ريحة، لكن الليمون المعصور يديكي طعم قوي. يلا بقى نرش رشة زيت كده صغيرة برضو من فوق الوش كده، وندخل على الفرن على طول من غير مية. هيستوي طبعا من المية اللي هتنزل من الخضار اللي حواليه، طبعا هي اللي هتسويه. هندخل على الفرن على طول، هنقرب الشبكة من الصاجة وهنسيبه لمدة نص ساعة وبس. يا ست الكل اخدت نص ساعة بالظبط في الفرن. انا هنا ما حبيتش اولع الشواية النهاردة لاني عايزاها طرية، مش عايزاها طبعا تنشف من الشواية. شايفة طبعا الجمال والحلاوة. لو قلنا سردين يبقى صينية مفيش كلام، بس عايز خلطة قوية. ما تنسيناش في اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، وكمان تحط لنا لايك حلو منك. وبنشكر كمان الناس اللي اشتركت في القناة، وبنقول لهم نورتونا في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. ما تنسوناش في لايك حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.